مرحبا، شلونكم حبايبي؟ اخباركم؟ رجعت لكم اليوم بفيديو جديد وفلوق جديد. طبعا اليوم راح التقي بصديقتي. هاي البنية اني اعرفها، هي مشهورة ومتابعين بعض بس ما شايفين بعض. راح نشوف بعض لاول مرة وصار لي فترة كلش طويلة اني ما مطلعة بنيامين وياي، فاليوم راح تشوفوا البنوني وراح نطلع ويانا بالفلوق، وراح احكي لكم ليش اني مدى اظهره على الشاشه. فقبل ما يبدا الفيديو لايك واشتراك بالقناه وشيروا القناه لاصدقائكم، احبكم كلش هواي. ريت هذا الفيديو ترند. خليني اشوف لكم الستايل مالتي، ما ادري شلون اشوف لكم اياه. ثواني. بنبوني شنو هاي لابس جنطتك ورايح؟ ما يطلع صاير اذا مو جنطه. واخيرا بن الكبرانين. يو وليدات، يو بامبوني. بامبوني، شو اسمك؟ بامبوني؟ وين التاكسي؟ تحبني بنا؟ طبعا جاب وياي ضاعة صغيرة. قول احبك ماما. تدود في دود وجهك حلو. ماما. عيني ماما حبيبي. اوه يلا احضني. اخذني. لك حلو. طبعا يعني هسه راح نوصل للمول وراح تعرفون قيمة. انا راح اكتب، ما راح اقول لكم يعني بس حلو هالاضاءة والله، فادتني هالاضاءة. عندنا ريال هسه. حلو الستايل. قولوا لي حلو هذا الشال نفسه مالته. اعطيني ايدك فدوى ايدك اروح اني. يا وليدي صارنا هواي غايبين، قولهم صاروا هواي ما شايفيني على اليوتيوب. عيني تراني هم مشهور، مو بس مامي مشهورة، حتى اني بس شوي اختفيت. انطب التفتيش. بزونة يموت على البزازين، بس شو نسوي؟ اهلي ما يقبلون نجيب بزون. تعال روح لها. تعال. اوي والله كيوت. اوي الزمها ماما، الزمها لا تخاف. الزمها. بزونة. اي بزونة حلوة. احنا بالمول الكيب لكرها، بس شو اسوي؟ قريب على البنت. ما اقولكم من هي. شوية يعني ان شاء الله بالتسعة هي تجي توصل. اني هسه الساعة ب8 ضبط، يعني هي شوية عندها ازدحامات، فراح تعرفون منو هي. هسه راح اصور لكم جوا هيك واونسكم يعني. نوني منطلق. الله مام زيونة صار ايش قد ما طبت لي. ما احب اطب له طبعا. تعالوا نشوف الملابس اللي عندهم. واو هاي ايش قد حلوة قصة شعرها. صعبة لكم البودي مو؟ ها بنو تعال. الله بابا شلون يقوم يحكي يما فيديو. الله خل اشوف لكم نفسي بالمراية. تعال مامي. هلا شلونكم؟ باع الستايل مالتي. الله مامي حلوة. لا قد خبيث. مرحبا. نصلصل هاي شنو؟ هذا تركي لا شنو؟ لازم يخرب لي اللقطة استاذ بنو. اليوم احنا بالمول. طبعا شكلي ايش قد متغير بهاي اللفة ام الحجاب. دا احاول افتر بين ما تجي صديقتي ونلتقي. كيف راح نقعد فوق هيجي. وهسه يمكن راح اودي بنون شوي العب بالالعاب. شنو تايه انت؟ تايه في امريكا؟ طيب اذا هاي هم مرايه لازم نصور هنا. ماما قد احبه بس ما احب اطيق له ابد، اتكئب ما اعرف ليش. بدي الزلاج. هاي ايش قد احبه. شو اليوم ماكو احد بالمال، فارغ صاصي ماكو احد. هسه حاليا راح انزل الالعاب. فاشل زين انت دقيقة انا ما دزت اي شيء ثاني. يمكن الالعاب. تعالي. هاي شنو؟ يلا نروح ناكل. شنو؟ نروح. يلا امشي. هاي الالعاب
طبعا حطيت بنوني هالساعة كنت الجو نجرب يعني راح يبكي لو لا. قالوا لي خاطرك يعني شوف. هاتهم كلش طيب. هسه خابراني على مود بنيامين، خليني اروح اجيبه. والشخص اللي قلت لكم عليه هسه راح يجي. عندنا نشوف عطر قوي. والله هذا النيم. نشوف بنوني ناخذ من وسط المزرعة. راح اجاوبكم انا ليش كنت هذيك الفترة ما اطلع بنيامين وياي بالتصوير. السبب اول شي بنيامين كان مريض، حاولت انه هواية انه اخليه يطلع وياي بالتصوير قدام الكاميرا، بس يعني اكو هواية اشياء منعتني بسبب عصبيته، بسبب انه ما يحب اكو كاميرا تصير قدامه. ففترة العلاج مالته كانت تقريبا 3 اشهر الى 4 اشهر. سجلته بروضة اختلط ويا الاطفال وقاموا يلعبوه، قاموا يعلموه، قاموا يكتبوه. حاليا هو يكتب وحاليا يرسم ويحكي يتكلم. قبل كان تدرون يعني ما يحكي هواية، الى ان دخلته مركز بالنطق، وهذا المركز يعني ما اقدر انطي العنوان مالته بس هو كل زين، وقدروا يعالجون بنيامين ورجع يحكي ويختلط. فالحمد لله والشكر. فنصيحتي اللي عندها طفل مصاب بالتوحد ما يحكي، عنده فرط حركة، لازم تعالجيه قبل ما يدخل 4 سنوات. تبدين علاج من 2.5 إلى 3 على مود تلحقين عليه. انا اللي صار لي تقريبا سنة هيجي من وقع انه كان متزوج، بس شو ماكو ناس اليوم، ماكو احد. انا معجبة بهاي ما يخالف اخذها وياي هاي المراية. طبعا حطيت بنوني شوي بالالعاب، هسه راح اصور لكم اياه. بنوني جاع فطلبت له اكل، وخابرتني ملاك طبعا هي بلوجر وتيك توكر همينه. فحبينا اليوم نلتقي لاول مره. راح توصل ينفتح المصعد وتشوفني قدامها. راح اصور لكم اياها هسه. هلا حياتي اللطيفه داني، سعيدة شوفتك كلش هواية. طبعا انتي احلى بالحقيقة صدق والله بهواية. ملاك انا قلت لهم حضرت لكم مفاجأة اليوم راح تشوفون صديقتي. طبعا ملاك بلوجر وتيك توكر. اول لقاء. تخيل خارج قد على تواصل احنا سنة تقريبا. اي ابد وما بس احنا شوف علاقتنا كلش قوية. اي تخيل واحدة تشكي الثانية، واحدة تسولف لي. حقيقة تخضي. انت بالحقيقة كلش ناعمة والله. يعني خجلتني. شفتونا انا وجهتنا كبيرة فقولوا بالحقيقة احنا ناعمين كلش. حلو بدنا نحكي وياك. ممكن نتعرف؟ بنيامين ثقيل الجمال دا يمشي على الارض. فطومة يعني. ملاك انت صدق ملاك. انت صدق فطومة يا عم. عن ملاك شخصية تخبر كلش حلوة لطيفة، كلش حبيتها. انه احنا هاي اول لقاء. يوم الطلب وجدتي شي جمال عيني نظل نتغزل هنا. عين واللي هنا انتي الفيديو اللطيف كلش استمتعت وحبيت الطلعة اليوم. صار هواية كلش انا ما طلع هيك طلعة. ها بنو استمتعت لو لا؟ شلون هالطلعة؟ ايوه